تعالى افاجئكم واقول لكم ان كفته الرز اللي قدامكم دي ما فيهاش ولا حبايه رز، وعملناها من الالف للياء من غير رز بمكون. عايزه اقول لكم مفاجاه هيخليها متماسكه معاكي وتغلي فيها براحتك من غير ما تفك منك، وكمان بتكون مقرمشه وطعمها حلو قوي. لايك وشير بسرعه وتعالى اقول لك انا عملتها ازاي، لان فعلا يا جماعه مفاجاه. اول حاجه في المكونات معانا حزمه من كل نوع، شبت كزبره وبقدونس، ومعانا بصلتين وحوالي 5 6 فصوص توم كبار. انا بحب جدا التوم الفريش. انا مستخدمه هنا كيلو من اللحمه، يفضل تكون لحمه حمراء بس عندي ما كانتش حمراء قوي. التوابل هكتبها لك هنا على الشاشه. بعد كده هنضرب كل ده مع بعضه جامد جدا في الكبه، الخضره مع البصل مع التوم، كل ده هيتطحن جامد قوي، يعني هيتفرم ناعم جدا علشان الحاجات دي محتاجه انها تبقى صغيره قوي. بعد كده هحط التوابل دي وهكتبها لك كلها على الشاشه عشان تاخديها سكرين شوت، وهنزل باللحمه بتاعتي وهعجن كل ده كويس قوي مع بعض. تمام، احنا لحد دلوقتي ما قلناش المكون. هو ده بقى يا جماعه المكون المفاجاه، دي البسبوسه. ايوه يا جماعه دي البسبوسه، وعايزه اقول لك نتيجته احلى من الرز مليون مره. ولا هتحتاجي بقى تحطي مكرونه ولا شعريه ولا تروحي تقفي بالطابور عند الراجل ولا كل الكلام ده. هنعجن كل ده مع بعضه ونحطه في الكبه شويه بشويه علشان احنا عايزينها ناعمه قوي. هنبتدي يعني ننعمها على قد ما نقدر. كل ما نعمتيها على قد ما تقدري كل ما كانت نتيجتها افضل. انا هنا حسيت ان يعني الكفته محتاجه خضره، بعدت جبت خضره علشان طبعا مش هبوظ الطبخه، يعني عشان بقرش ملح يعني زي ما انتم عارفين. نعمتها كويس قوي في الكبه بتاعتي، وبعد كده سبتها يعني تتماسك في التلاجة لان كانت سايحه جدا زي ما انتم شايفين. سبتها في التلاجة شويه تشد، كعاده الكفته لما بنجيبها من عند الجزار عاده احنا بنحطها في التلاجة ترتاح شويه وبعد كده نصبعها. هنا صبعتها زي ما انتم شايفين، وعايزه اقول لك الطريقه دي بتخليها ما تكشش وبتكون مقرمشه وحلوه جدا جدا جدا. بعد كده هنقليها في زيت يكون سخن. انا هنا غلطت غلطه اتمنى ان انت ما تغلطيهاش. انا قليت اول دفعه على البوتاجاز ده طبعا عشان التصوير، فزي ما انتم شايفين كده شققت علشان كانت دي مش سخنه قوي، لكن بقيه الدفعات قليتها على البوتاجاز عادي خالص، فكانت ممتازه وهايله ما فيهاش غلطه. فدي للامانه حبيت ان انا اوضحها لك. بعد كده انا خدت الطاسه دي بالمناسبه كملت سواها على النار، علشان كده كانت كل الكفته اللي بعد كده كانت حلوه. نيجي بقى لطريقه الصلصه. في فريق بيقول نعملها بتوم بس، وفريق نقول نعملها ببصل بس. انا بقى ولا هزعل دول ولا هزعل دول، وهعملها على طريقه امي الله يرحمها، اللي هي هنزل بالبصله زي ما انتم شايفين، وبعد ما تصفر هروح نازله كده بفصين توم حلوين علشان يفوحوا الاكله بتاعتنا ويديها طعم حلو قوي. وهنزل شويه من البابريكا برده يا جماعه، نص معلقه كده، وبعد ما نشم ريحتها وتتحمص حلو كده هنزل بعصير الطماطم، وهنزل بحاجتين اتنين فلفل اسود وشويه من الملح. دي طريقه امي يا جماعه اللي ما كانتش بتغيرها ابدا. بعد ما اتسبكت وبنعرف انها خلاص اتسبكت لما بنلاقي الماده الدهنيه طفت على الوش. بعد كده هنزل بقى بشوربه، هنزل بميه زي ما انتوا عايزين، بس انا بحب شوربه عشان بتخلي الطعم احلى. شايفين الكفته يا جماعه اللي انا قليتها على البوتاجاز ما فيهاش غلطه، ما شاء الله زي الفل. بعد ما غليت زي ما انتم شايفين كده هبتدي انزل بقى بالكفته بتاعتي. عايزه اقول لك حطيها على النار، اغلي فيها مهما تغلي ولا هيجرى لها اي حاجه، متماسكه ما شاء الله، ليها عرق كانك حاطه فيها شعريه او مكرونه او لسان عصفور. هايله، مش عايزه اقول لك من هنا للسنه الجايه. طبعا كلكم بتقولوا استخدمتي قد ايه دي بسبوسه. عايزه اقول لك على حسب الذوق بتاعك. انا عامه بحب جدا كيلو لحمه كيلو دقيق بسبوسه او كيلو الا ربع دقيق بسبوسه. ما بحبش اللحمه تبقى هي الطاغيه عشان انا بحبها مقرمشه. عايزه انت تحطي نص كيلو وكيلو لحمه، عايزه تحطي كيلو دي بسبوسه وكيلو لحمه، زي ما انت عايزه على حسب ما انت عايزه. عايزه برضو انوه لحاجه مهمه جدا، الوصفه دي مش اختراعي ومش بتاعتي، الوصفه دي بتاعت صاحبتي حبيبه قلبي تومي، ودي كانت عايشه بره في امريكا، وكانت بتدور على بديل للرز علشان تعمل بيه كفته الرز، وده كان بديل ناجح جدا. وعلشان كده انا لما جربتها وعجبتني قلت انقل لكم التجربه زي ما هي. اما بقى لو عجبتكم الوصفه فيا ريت تعملوها لايك وشير، واتمنى لكم كل خير. بتحياتي ليكم دايما رشا الغفير، وكل سنه وانتم طيبين.